يا علي، ايه اللي انت جايبني عنده ده؟ فرح، قومي الكلام دلوقتي مش وقته، خلينا في اللي احنا فيه. الو، ابو فرح معايا؟ بنتي حصل لها حاجه؟ لا ما تخافش، مفيش حاجه حصلت لها، بس هيحصل لها ان شاء الله. ده لو انت يعني ما سمعتش كلامنا كده ونفذت اللي احنا عايزينه. بص يا معالي الباشا، بالصلاه على الصلاه كده، حضرتك فضلة خيلك هتحضر لنا 5 ارانب، وهتستنى يومين عبال ما نكلمك ونقول لك هنستلمهم منك ازاي. هو ليه بيقول يومين؟ فرح قلت لك اسكتي اسكتي. بص يا باشا، حضرتك هتقل من قيمتك معانا، هتبلغ حكومه، هسنطر لك بيتك وهحطها في صندوق وهبعتها لك تصلي عليها. امين. اسمع روح امك، لو حد لمس شعرايه من بنتي هسففك التراب انت واهلك، وهجيبك خلي بالك يالا، انا مش مين، لا انا بعزبة ميمون، هجيب امك. ايه ده؟ ايه يا ابوكي ده؟ هو ابوكي ايه؟ رميكي بطول دراعه كده ولا ايه؟ ولع، اقفل الموبايل ده وطلع الشريحه بسرعه. يا عم حاضر، اصبر، هروح البلكونه اطلعها لك. فرح، انت ابوكي شكله بلغ. لا لا، انا متاكده ان بابا عمره ما هيبلغ، مش هيسلمني. هيبان، كله هيبان. امسك. انا هروح ارمي البتاع دي في اي داهيه. لا يا علي، هتروح فين؟ اكيد مش هتسيبني هنا، انا مش هبات هنا، مستحيل. انت متحرش. تحرش؟ ده انا طيب. اسكت يا ولع اسكت. فرح، انا لازم ارمي البتاعه دي نصها وهرجع لك، مش هتاخر. ولا نصايه ولا حتى 5 دقايق، رجلي على رجلك. شيخ منك لله. تعالى يا فرح، يلا.